عليكم استاذ مصطفى. رمضان مبارك عليكم. عليك وعلى الجميع وعلى الاسلام والمسلمين. انا عندي هواي رسائل ولكن عندي غصه ودائما اسمع اذا اشوفك بمكان فسبحان الله اليوم لقيتك على الصدفه فلازم اقدم هاي الرساله. اسمح لي يعني حتى لو باسمك بس خليني استطرق باسمي؟ اي شنو باسمي؟ يعني انا اذكر اسمك. اليوم استاذ مصطفى الكل السئله يقول لك نعم اكو رب هو اللي خلقني ولكن وين التطبيق؟ ماكو تطبيق. ليش؟ اليوم عندما تشوف ناس حقيقيه اوكي خدمتك لسنوات وبالتالي من تصير انتخابات حتى تخلي هذا الشخص هو تناجده دائما ويبقى مسايرك انت من تشوفه ما يصعد. انا برايي اقول ماكو بعد مصداقيه. ليش استاذ مصطفى؟ ثق بالله. ايش قلت اني؟ قلت استاذ مصطفى على الانتخابات راح يعبر الكل ولكن انصدمت. ليش انصدمت؟ لان اشوف المقابل اليوم على اذا ما يكيف الخير الاهله وناسه ثق الله ما يبث الرحمه بيناتنا. وانت تشوف هسه بعيدا عن الحكومات على الناس واقعنا الكل متهشم عوائلنا بيناتنا عمل ماكو تعبانين امراض. ليش؟ ما حد يتمنى الخير الصاحبه الاخوه الجيرانه. فللاسف هو يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هاي يمتى لحد ما تطبق الله يبث الرحمه بيناتنا. فانا اقول للاسف اللي يشاهدني واللي كل راح يقدم رسائل هذا مصطفى يا ما خدم لسنوات. انا ما اعرفك شخصيا حبيبي، انا احبك انا كجمهور احبك حبيبي. ولكن ترى هاي احد الخسارات. اليوم لا ماكو خساره ان شاء الله. ان شاء الله ماكو. الناس حره بقناعاتها يعني ما مقتنع بيها. اوكي بس احنا اليوم لازم نصدق بداخلنا وبالخارج. اليوم اذا مصطفى هذا الورقه البيضاء ما يكون هو متواجد صوتي لا والله ثمان الله واشوفك بالخير وادعي من مولاي موسى بن جعفر عليه السلام يديمك لهاي الناس ولهاي الروح الطيبه والكادر ثمان الله. سعيد بشوفتك. شلونك يا يابا؟ هلا يما تعاي هنا. يعطيك الله يا يابا. عيني.